کرد فعلیم میشتجای بغدام توانی ناوه هزار جار مدام. يوم الشهيد الفيلي هو ليس ليوما عابرا، بل هو ذكرى أليمة وجرح عميق في ذاكرة الوطن. هذا اليوم الذي نستذكر فيه شهداءنا المغيبين الذين راحوا ضحية نظام استبدادي ودكتاتوري قام بقلع شباب الكرد الفيليين من جذورهم، وجرى في حقهم الكثير من العمليات الإرهابية والعمليات القمع الذي حدث بحق شباب الكرد الفيليين. هذا اليوم هو جرح ولا زال ينزف، لأننا لحد هذه اللحظة لم نحصل على رفاة شهداء الكرد الفيليين. رسالتي لكل عوائل شهداء الكرد الفيليين أننا لن نترككم في هذه الشدة وفي هذه المحنة. نحن جميعا يدا واحدة إلى أن نثبت حقوق واسترجاع حقوق الكرد الفيليين، وعلى الأقل الدفاع عن دماء شباب الكرد الفيليين الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل الوطن وفي سبيل المقدسات وفي سبيل التضحية من أجل العرض والشرف. الدماء الزكية التي ذهبت نتيجة الظلم الذي مر على الكرد الفيليين. إحياء يوم الشهيد الفيلي ليس مجرد احتفال ليوم واحد فقط، وإنما يجب توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق شباب الكرد الفيليين من خلال توثيق جرائم النظام البائد وتدوينها في السجلات العراقية والوطنية والتاريخية. ثانياً، يجب أن تدرس هذه الجرائم وتكون ضمن المناهج الدراسية كي يعلم الأجيال القادمة مدى الظلم الذي تعرض له الكرد الفيليين وجميع العراقيين عموماً. كان صدام اللعين كان عادلاً في توزيع الظلم على العراقيين وبالأخص الكرد الفيليين عندما ارتكب بحقهم هذه المجازر الجماعية والإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين. فيجب على الأجيال القادمة أن تعلم مدى بشاعة وفظاعة ما تعرضنا له من ظلم وطغيان. وأيضاً يجب علينا أن نستذكر هذه الذكرى الأليمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام كي يشهد العالم أجمع أن هذه الجرائم التي ارتكبت بحق شعب أعزل كانوا كل هدفهم أن يعيشوا بسلام في بلدهم العراق، ولكن ما تعرض لهم من ظلم وطغيان وقتل وسلب الهوية ورميهم في الحدود العراقية. كانت هذه الجرائم كبيرة وإبادة جماعية بحق أمة فيلية كانت تعيش بسلام، وكانوا من ضمن العراقيين الأوائل من يضحون بحياتهم في كل مرحلة، حتى وقتنا الحالي الذي نحن نعيش فيه في العدوان الصهيو أمريكي الذي تعرض له الشهداء العراقيين من الحشد الشعبي. كانوا من أوائل الشهداء هم شباب الكرد الفيليين الذين تعرضوا لهجمات أمريكية لعينة في الأنبار. رحمة الله على جميع شهداء العراق وشهداء الجمهورية الإسلامية وقادة العراق والجمهورية الإسلامية أيضاً. كل هؤلاء الدماء الزكية التي راحت دفاعاً عن الأرض والعرض والمقدسات والدين. الحرب اللعين الذي نعيشه الآن نفس الذي عشناه في زمن صدام اللعين، حرب العقيدة، حرب الأرض، حرب الإيمان بأن الأرض يجب أن يرثها عبادي الصالحون وليس العباد الكافرين الذين باعوا الأرض وباعوا الشرف بدراهم بخسة. مع كل الأسف، الرحمة والخلود لكل شهداء العراق وشهداء العالم. أي كرد فيلي أي كرد فيلي نالو زارك حسرت ودل نيدي لنا اي دنيا بنا نشاني
بچیا هر شونی دو شو و دو روز میوانی